لسه مستمرين في نظرياتنا. خلاص، تنت نظرية لابلاس شغالة لغاية 1905، لغاية ما جه العالمين تشامبرلين وميلتون قالوا له شكرا يا لابلاس، احنا عندنا فروض تانية. الفروض ايه؟ قالوا هنسموا الاول النظرية النجم العابر. خلاص، انا عايزك تبص كده على الشمس، الشمس طالع منها حاجة، ايه اللي طالع من الشمس ده؟ تعال وانا اقول لك، صلى على الرسول. طبقا لفروض تشامبرلين وميلتون قالوا كان فيه الشمس موجودة، كان نجم الشمس موجود، ومرة عشان كده سموها نجم عابر، مرة بجوار من الشمس نجم عملاق، خلاص، أكبر من الشمس بمراحل، فحب يجذب الشمس ليه، خلاص، وكانت جاذبية النجم العملاق أكبر من جاذبية مين؟ الشمس، نظرا لقوته وكبره، تمام؟ فقام بجذب جزءا من الشمس، تمام؟ ولولا أن حدث انفجار كان الشمس كلها انجذبت للنجم العملاق. حدث انفجار، حدث انفجار. الانفجار ده نتج عنه ايه؟ نتج عنه ان الشمس تنت موجودة وطلع منها خط غازي او بيسموه اللسان الشمسي، تمام التمام؟ بمرور الوقت حصل للسان الشمسي ده ايه؟ برد واتجمد وبقى هو مين؟ الكواكب، ومن شمس تاني زي ما هي. يبقى اذا في النظريه بتاعت تشامبرلين ومولتون الكواكب طالعه منين؟ طالعه من ذات نجم الشمس نفسه. تعال نقرا الفروض. فروض نظريه تشامبرلين ومولتون: كانت المجموعة الشمسية عبارة عن نجم كبير واحد هو الشمس، يبقى المجموعة كلها كانت نجم هو الشمس. بعد كده اقترب من الشمس نجم آخر عملاق، قام النجم بجذب الشمس نحوه، يبقى النجم العملاق سحب الشمس نحوه، تسبب في تمدد جزء كبير من الشمس، فسموه الخط الغازي او اللسان الشمسي، في كتب بتسميها كده وكتب بتسميها كده. حدث ايه؟ انفجار في اللسان او الخط الغازي ادى الى تحرر الشمس. ما الشمس كانت خلاص مجذوبه للنجم العملاق، اول ما حدث انفجار اتحررت الشمس. اتحررت الشمس منين يا صديقي؟ من جاذبيه النجم العملاق، تمام؟ خلاص، وتكون خط غازي كبير من الشمس حتى اخر الكواكب. بعد كده ايه؟ الخط الغازي ده تكاثف وتجمد مكون مجموعة الكواكب، طبعا بجاذبية الشمس تنت الكواكب دي تدور حولها في المدار بتاعها.